السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ساعتين من ليلة 27 يا جماعة، ليلة 27 رمضان فيها حديث خطير جدا هو اللي خلى جمهور الفقهاء يقولوا ان هو ليلة القدر. حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم انه قال والله، يعني بيقسم بالله، اني لا اعلمها انها ليلة 27. ليه بقى أبي بن كعب جاب ده منين؟ قال هي الليلة التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن ليالي العشر الاواخر، ولكن في ليله مش اتكلم عنها بس، امر بقيامها. يعني قيام ليله 27 ده امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليله 27 يا جماعه، عشان كده الامام احمد كان يقول، احمد بن حنبل، هي ليله 27. ابي بن كعب كان يقسم بالله انها ليله 27. جمهور الفقهاء على انها ليله 27. طيب لو دي ليله القدر، لو ليه هذه الليله المباركه نعمل فيها ايه؟ 8 اعمال يا جماعه، 8 اعمال احفظهم. رقم واحد الدعاء. ليه الدعاء؟ لان اسمها ليله القدر، يعني الليله اللي هيتكتب فيها اقدارك السنه الجايه، اللي هيتكتب فيها رزقك السنه الجايه، اللي هيتكتب فيها صحتك، شفائك من الامراض، انك هتتجوز، انك انت هترزقي ذريه. يعني انت شوف بقى، عايز ربنا يرزقك قد ايه. يبقى رقم واحد الدعاء. رقم اتنين الاعتكاف. طبعا الاعتكاف، هي الليله بتبدا امتى؟ من اول المغرب، وبتنتهي امتى؟ عند الفجر، وكلها ليله مباركه. يعني ايه؟ يعني مش زي باقي الليالي اهم حاجه الثلث الاخير بالليل، اهم حاجه. لا الليله دي من اولها لاخرها في غايه الخطوره يا جماعه. الاعتكاف كانك اعتكفت 1000 شهر، كانك اعتكفت 1000 رمضان عند الله. الاعتكاف في بيت من بيوت الله. رقم ثلاثة صلاة الفريضة يا جماعة. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صلاة الفريضة الوحيدة بليلة قدر ونص. صلاة الفجر في جماعة بليلة قدر كاملة، لأنه كأنه قام الليل كله. وصلاة العشاء في جماعة قام نصف الليل. يبقى صلاة العشاء والفجر في جماعة لوحدهم ده انت، وطبعا المغرب في جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني تفطر في بيتك ده أقل حاجة، وتجري على الاعتكاف. يبقى الدعاء رقم 2 الاعتكاف. رقم 3 الفرائض، المغرب والعشاء والفجر في جماعة بالسنن الرواتب طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم 4 قيام الليل، التراويح والتهجد بقى مع المسلمين. ممكن واحد يقول لك انا هصلي لوحدي. بص، الدنيا كلها بقت ايمان دلوقتي. اتشجع، انزل وسط المسلمين، وادعي وسط المسلمين، واعبد وسط المسلمين، وكتر ثواب المسلمين. يبقى رقم 4 قيام الليل. رقم 5 ما بين صلاة التراويح وصلاة التهجد الوقت ده القرآن. هي ليلة القدر هي الاحتفال الكوني بعيد وذكرى نزول القرآن. يبقى الليلة دي ليلة القرآن. الليلة ليلتك، الليلة ليلته، الليلة دي ليلة ان احنا نعكف على كتاب الله ونقرأه بتركيز. بقى في ليلة القدر نزل 5 آيات على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بعدهم بقى منذر للكرة الأرضية كلها. يا ترى القرآن هيعمل ايه في قلبك الليلة؟ رقم 6 الصدقة يا جماعة، ودي مهمة قوي الليلة. تقدر تفطر صايم، فطر ب60,000 تفطير صايم. تقدر تسحر، واحد هيصوم بكرة سحر. ما انتش لاقي حاجة تعملها يا عم، خد باكون شوكولاتة، وما تلاقي اطفال في الجامع اديهم. دي افضل الصدقات في الدنيا. اعمل اي حاجة، اتبرع بالصدقات اونلاين، في تبرع اونلاين لو انت عندك حساب بنكي. اتبرع الجمعيات الخيرية كتير وابواب الخير كتير. اتبرع على قد ما تقدر. رقم 7 بيتك. اوعى تنسي بيتك، اوعى تنسى بيتك الليلة. قول كلمة لولادك، قول كلمة لزوجتك، قولي كلمة لأسرتك. ذكروا بيتكم يا جماعة. ما تبقاش انت واقف تصلي طول الليل واولادك قاعدين قدام الموبايل طول الليل. يبقى ده رقم 7. رقم 8 الدعوة إلى الله. تخيل بقى لو واحد قام ليلة القدر بسببك، التأمين على ليلة القدر. يبقى ليلة قدر تانية في ميزانك. تخيلوا انت قمت ليله القدر والعشاء والفجر بليله قدر ونص باذن الله سبحانه وتعالى، وكمان دعوت واحد. طب لو دعوت 100، طب اعملها ازاي ديت؟ شير مقاطع عن ليله القدر. اشتغل من الوقت بقى، اشتغل الساعتين دول، اقعد ذكر الدنيا يا عم. ما الناس كلها عارفه ان ليله 27 مهمه، وان هي اهم ليله، وانها ارجى ليله في العشر الاواخر يا مولانا. والله العظيم في ناس الوقت قاعده قدام المسلسلات ما عارفه حاجه يا جماعه. كان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها. في ناس في اسفل سفينه المجتمع مش عارفين حاجه، عايشين في الضلمه، قاعدين وسط الكليبات والمسلسلات والمواقع الفاسده والعياذ بالله. يبقى الدعوه الى الله، شير على قد ما تقدر. كل واحد هتوصلي له مقطع او هتوصل له مقطع. تخيل بقى لو 1000 واحد بسبب المقاطع اللي انت شيرتها قام الليله. تخيل يبقى 1000 ليله قدر في ميزانك. مين اللي يضيع ده؟ الله يوفقكم، الله يجعلها ليله مباركه. نسال الله العفو والعافيه. واهم دعوه الليله، اللهم انك
عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سيبوش الدعوة دي عند الفطار، في كل سجدة، في كل وقت نسأل الله العفو والعافية. الصحابة كانوا بيقولوا لو علمنا أنها ليلة القدر لسألنا الله العفو والعافية. الله يوفقكم. يلا انطلاق يا رجالة.